أحدث من تاريخ المغرب، حيث ما كانش غير معتقل درب مولاي شريف، كان حتى أكدس، كوربيس، كومبلكس، قلعة مكون وعشرات المعتقلات الآخرين صغار متفرقين في قاع المغرب. ولكن رغم هذا الشيء كامل كيبقى الحدث الأشهر والأسود في تاريخ البصري وهو وزير الداخلية هي أحداث 20 يونيو 1981. في وسط الفساد والفقر وبنادم ما خدامش الدولة كتطلع الإفلاس، قررت الحكومة بأنها تزيد في ثمن المواد الأولية بنسب كبيرة، والزيادة كانت كتقدر ب40% في الطحين، 50% في السكر، و28% في الزيت. وحسب شحال جات بالفلوس ديال دابا وقول لي واش غادي يعجبك الحال. وزيد عليها في 15 يونيو بانت نتائج ديال البكالوريا، و85% ديال التلاميذ سقطوا في الامتحانات. وفي 18 يونيو تفاهموا النقابات وداروا إضراب عام، والناس اللي كان عندهم خيار يموتوا بالجوع ولا يموتوا بالقرطاس فضلوا القرطاس.